السلام عليكم. أنا إيهاب عنان، ماجستير ذكاء اصطناعي من جامعة الإسكندرية، كلية العلوم، قسم علوم الحاسب والرياضيات. عندنا مادة الذكاء الاصطناعي، واليوم مادتنا هي محاضرتنا هي مقدمة في الذكاء الاصطناعي. قبل ما نبدأ محاضرتنا راح نشوف هذا الفيديو. هذا الفيديو عبارة عن مشهد لحضارة وادي الرافدين مثل ما تشوفون. طبعا هذا مصمم بالذكاء الاصطناعي. احنا لازم نعرف شنو هو الذكاء الاصطناعي، وكيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وكيف هو يقوم بهذه المهام، وليش سموه ذكاء اصطناعي. أهداف محاضرتنا لهذا اليوم أن تكون قادر على أن تعرف مفهوم الذكاء الاصطناعي، وأن تفسر الفرق بين مفهوم الذكاء الاصطناعي ومفهوم البرمجة التقليدي، وأن تعرف مكونات أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأن تفهم التعلم الآلي وتميز أنواع التعلم الآلي، وأن تتعرف على التحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي. هنا حيث تتحول الأفكار إلى واقع ذكي، انطلقوا معنا نحو آفاق الذكاء الاصطناعي، وابدأوا خطوتكم الأولى بالانضمام إلى الصف الإلكتروني باستخدام هذا الQR. ممكن أن تعرضون كاميرات موبايلاتكم حتى تدخلون إلى الصف، إما عن طريق الQR أو عن طريق رمز الصف من فضلكم. تمام؟ شكرا. الآن ما هو الذكاء الاصطناعي؟ ممكن أنه أحد عنده تصور عن هذا المصطلح؟ نعم تفضل. نعم أستاذ. الرأي هو محاكاة للعقل البشري، حيث يقوم بعدة أعمال حسابية وتعليمية بعدة مجالات. نعم، بعد أكو تعريف آخر؟ تفضل. استخدام الجهد البشري والآلة أو الحاسب. تمام، شكرا لتعريفكم وآرائكم للذكاء الاصطناعي، ولكن خلينا نعرف شنو هو بالضبط الذكاء الاصطناعي. مفهوم الذكاء الاصطناعي هو قدرة الآلة والبرمجيات على محاكاة طرق تفكير البشر مثل التعلم من التجربة، أيضا حل المشكلات واتخاذ القرارات بشكل ذكي. طيب، شنو اللي يفرق عن البرمجة التقليدية؟ البرمجة التقليدية هي كتابة تعليمات وخطوات محددة، بمعنى أنه هذه المعلومات احنا منطيها مسبقا للحاسوب حتى ينفذها حرفيا. إذن لا تتعلم الأنظمة التقليدية من التجربة، بل تتصرف فقط حسب هذه المعلومات اللي هي عبارة عن كود مكتوب حتى ينفذ هذا الأمر. هناك فروقات بين الذكاء الاصطناعي والبرمجة التقليدية. من حيث طريقة العمل، عندنا البرمجة التقليدية مثل ما قلنا بالتعريف والمفهوم أنه تنفذ تعليمات محددة مسبقا، لكن الذكاء الاصطناعي يتعلم من البيانات ويتخذ قرارات ذاتية. من حيث تطور مع الزمن، البرمجة التقليدية ثابتة لأنها تحتاج إلى تحديث يدوي، لكن الذكاء الاصطناعي تطور ذاتيا مع التجربة والمعطيات والبيانات التي تعطى له عن طريق الداتا سيت اللي هي مجموعة البيانات. التعامل مع الحالات الجديدة، طبعا البرمجة التقليدية بما أنه
ثابتة، وهي راح تكون محدودة وتحتاج إلى برمجة، دائما برمجة إضافية. لكن الذكاء الاصطناعي يستطيع التكيف وتحليل حالات جديدة. الأمثلة عليها مثلا عندنا كل برامج تحرير النصوص اللي موجودة عندنا من وورد، نوت باد، غيرها، والذكاء الاصطناعي سيري اللي موجود على موبايلاتنا. طيب، أمثلة على الذكاء الاصطناعي عندنا السيارات الذاتية أو ذاتية القيادة اللي هسه موجودة مثل سيارات تسلا. جوجل ترانسليت اللي احنا كنا نستخدمه، هذا أيضا من ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الفلاتر الذكية على الانستغرام وغيرها من التطبيقات، طبعا منو ما مستخدم، أنا مو انه منو مستخدم، لا، منو ما مستخدم الفلاتر على الذكاء او على التطبيقات، تطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها، منو؟ الكل مستخدمين اكيد. فهذا ايضا يعتبر ضمن الذكاء الصناعي لانه يتعرف على انماط الوجه. وايضا التطبيق او النموذج ذائع الصيت اللي هو الشات جي بي تي اللي يولد النصوص، ايضا ضمن تطبيقات طبعا الذكاء الاصطناعي. نعم تفضل. قصدك انه البرمجه التقليديه نعم انها جامده تؤدي واجبات ومهام معينه وخلاص. بالضبط. اما الذكاء الصناعي متكيف، يتاقلم مع الحاله الحاليه، يتاقلم حسب التدريب، يتدرب، يتعلم الى ان يصبح كانه محاكي. اكيد، هو مثل ما انه عرفناه بالبدايه انه هو محاكاه للعقل البشري. نعم طبعا هو خوارزميات الذكاء الاصطناعي قائمه على التدريب. اكو من عندها التجربه والخطا، او اكو بعد عندها هسه مثل ما راح نشوف كيف يعمل الذكاء الاصطناعي وشنو هو انواعه من خلال السلايدات القادمه. طيب، هذه المفهوم شرحناه، الانواع ايضا عندنا الامثله، وعندنا نشاط حاليا. مثل ما تشوفون هنا عندنا هذه التطبيقات والانظمه. تعرف على الوجه، آلة الحاسبة كالكوليتر، الفيسبوك الشهير، والاي تي ام اللي هو الصراف الآلي. طيب، باعتقادكم ومن خلال التعريف والفروقات اللي اتطرقنا لها، ياهي من هذه الأنظمة ذكاء اصطناعي وياهي منها ليست ذكاء اصطناعي؟ نعم تفضل استاذ. التعرف على الوجه. التعرف على الوجه هو ذكاء اصطناعي. ذكاء اصطناعي. نعم. بعد أنا برأيي دكتور التعرف على الوجه والفيسبوك فقط من الأدوات الذكاء الاصطناعي. نعم. نعم. هو أكيد التعرف على الوجه، لأنه يحتاج التعرف على نمط معين، أكيد هذا الشيء. ممتاز. التعرف على الوجه هو هذا تعرف أنماط، نمط يحلل البيانات اللي موجودة، يعني تراسيم الوجه خلينا نقول هاي تحول إلى بيانات ويتم تحليلها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم هذا أيضا من ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. آلة الحاسبة تؤدي مهام واحدة فقط تحسب، إذن هذه ليست ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الفيسبوك أكيد ذكاء اصطناعي، والاي تي ام الصراف الآلي ليست ضمن الذكاء الاصطناعي، لأن تؤدي مهمة محددة، سحب وإيداع فقط. عندنا هوم ورك راح تشوفوا هذا أيضا من خلال الباركود رجاء. التعليمات موجودة به داخل الباركود. هذا عبارة عن يعني كتابة تطبيقات من حياتكم اليومية، راح نناقشها إن شاء الله بالمحاضرة الجاية بعد ما تجاوبون عليها. اليوم عندكم والمحاضرة إلى المحاضرة القادمة. الكل دخل؟ تمام. طيب، إذا جينا إحنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، زين هذا الذكاء الاصطناعي بأنواع. شنو أنواعه؟
أول شيء الذكاء الاصطناعي المحدود. الذكاء الاصطناعي المحدود هذا يتخصص في مهمة واحدة، مثل جوجل ترانزليت وسيري، تؤدي مهمة واحدة، تترجم فقط، ولكن هي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي العام يمتلك القدرة على أداء أي مهمة عقلية يمكن للإنسان القيام بها. طبعا هذه من خلال هذه لا تزال قيد البحث. كل هذه الهالة اللي موجودة من بالذكاء الاصطناعي، وهذا الصيت هو بعدنا احنا بالذكاء الاصطناعي المحدود بالنوع الأول. الذكاء الاصطناعي الفائق هذا الذي يفوق الذكاء البشري، طبعا هذا يعد مستقبلي وخيالي. طيب من ايش يتكون الذكاء الاصطناعي؟ مكوناته يتكون من اللي هي اللبنة الأساسية للذكاء الاصطناعي اللي هي البيانات، من صور، نصوص، أرقام. هذه البيانات ما إلها قيمة إذا ما راح تدخل إلى الخوارزميات. أقصد بالقيمة أنه قيمة استخدام الذكاء الاصطناعي أو دخولها عالم أو أنظمة الذكاء الاصطناعي. فنحتاج إلى بيانات، نحتاج إلى خوارزميات اللي هي تعتبر التعليمات التي تتعلم من هذه البيانات. النماذج هي ناتج هذه عملية التعلم، وتستخدم لاتخاذ القرارات، ومن ثم تحليل هذا الناتج لاستخدامه كنموذج لتقديم نتائج على بيانات جديدة. إذن بيانات، خوارزميات، نماذج، ومن ثم التحليل. عندنا الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. هذا الفرع يعتبر من الفروع التي استمد من عندها تطور الذكاء الاصطناعي إلى ما بعدها. مثلا عندنا التعلم العميق، لكن اليوم عندنا احنا في محاضرتنا هو التعلم الآلي، اللي هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي، يمكن الأنظمة من التعلم من البيانات بدلا من البرمجة الصريحة أو البرمجة التقليدية اللي حكينا عنها. طيب عندنا هذا الفيديو تعلم الآلة، مثل ما تشوفون شبهها. هذا عندنا نريد نرسم قط، فهذا عندنا ألوان، عندنا أنا أتعلم بالمحاولة ثم المحاولة. شوف مرة رسمها دائرة، مرة رسمها عبارة عن دوائر، مرة خلالها عيون، مرة لونها. وهذا هو التعلم بدلا من الأقلام. فنستخدم أجهزة الكمبيوتر بدل الأقلام حتى نعلم الخوارزميات وتتعرف لنا على الأشياء. فهذا في كل مرة نصحح، مثل ما أنه عندنا هذه الرسمة، أنه في كل مرة أنه نرسم الرأس بطريقة معينة، لا، الرأس يكون بطريقة أخرى، وهكذا الرأس يعني الأرجل وإلى آخره، إلى حين ما أنه نتعلم كيف نرسم هذه الرسمة. نفس العملية تكون في الذكاء الاصطناعي وبمنهج تعلم الآلة. طيب أنواع التعلم الآلي، احنا أخذنا أنواع الذكاء الاصطناعي، لكن عندنا فرع التعلم الآلي بأنواع. أولا التعلم الخاضع للإشراف، اللي هو شنو؟ يتعلم النموذج من بيانات مدربة تحتوي على مدخلات ومخرجات، مثل شنو؟ تصنيف صور كقطط، كلاب أجلكم الله. يتعلم النموذج من صور معلمة مسبقا، صور لقطط وكلاب، يتمكن بعد ذلك من تصنيف صور جديدة. يعني احنا ندخل له صور، نقول له هذه صور قطط وكلاب أجلكم الله، فهو راح يتدرب ويتعلم وبعدين يميزها عن باقي الصور. غير خاضع للإشراف، هذا يكتشف النظام
أنماط وهياكل في البيانات دون الحاجة لوجود مخرجات معروفة. هناك كان عندنا معروفة، هذا راح شو يسوي؟ راح يعمل عملية تجميع صور مشابهة معا. إذا كان لدينا مثلا مجموعة من الصور دون تصنيفات، مجموعة من الصور جبناها، يقوم النظام بتجميع الصور التي تبدو متشابهة، يدور على الصور المتشابهة ويخليها في مجموعات. مثلا صور الحيوانات أو المناظر الطبيعية، عندنا صور للحيوانات أجلكم الله والمناظر الطبيعية، راح يجيبها يعملها على شكل كلاستر يسموه، اللي هو عن طريق مجاميع. هذه المجاميع يصنفها أنه هذه المجموعة تتضمن مناظر طبيعية وهذه للحيوانات، دون أن يتعرف مسبقا على هذه الأنواع. نعم. قصد يجمع على خصائص معينه مثلا، قصدك طبعا اكيد هو راح، هذا الغير خاضع للاشراف، يعتمد على البيانات المتشابهه الاقرب ويخليها في مجموعه معينه بناء على الشكل اللي موجود. يعني مثلا هو كان عندنا صور في كلاب على شكل، نعم، هل مثلا يعتمد على شكل الانف، على شكل بالضبط، هكذا؟ اكيد بالضبط. هو راح يتعرف على ليش احنا على الصور المشابهه، يجمع أكثر صور مشابهة لباقي المجاميع ويعملهم كمجموعة واحدة ويصنفها. كم من التشابه بالضبط. هو يجمعهم في مجموعة معينة، هذا المجموعة ممكن يكون هو أصلا أحسنت، على خصائص هؤلاء. أحسنت، في مجموعة معينة. أحسنت، هو هذا القصد. أحسنت. عندنا النوع الآخر اللي هو التعلم بالتعزيز. يتعلم النظام من خلال التفاعل مع البيئة، حيث يحصل على مكافآت أو عقوبات. بمعنى، طبعا هذا كله بناء على القرارات اللي موجودة. مثلا عندنا تدريب روبوت على لعبة الشطرنج. زين، في هذا النوع من التعلم يتفاعل الروبوت مع البيئة اللي هي شنو؟ لعبة الشطرنج. بهذه الحالة يقوم باتخاذ قرارات مثل تحريك قطعة معينة. زين، كما قام الروبوت أو كلما قام الروبوت بحركة صحيحة يحصل على مكافأة. زين، وإذا كانت الحركة خاطئة يتعرض لعقوبة. يعني بمعنى المكافأة أن نقول له هذا صح، العقوبة نقول له لا هذا خطأ. خلال هذه التفاعلات يتعلم الروبوت مع مرور الوقت كيفية اتخاذ قرارات أفضل لتحسين الأداء. فهذا النوع يسمى التعلم بالتعزيز. طيب، نشاط. برأيكم كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على مهنتك المستقبلية؟ فكر أنت لوحدك واختر رأيا مما يأتي. تأثيره راح يكون كليا، تأثيره بجوانب معينة، ولن يؤثر. نعم، تفضل أستاذ. مهنتي رياضي من غير ممكن تأثر سلبا على مهنتي، لأن العناصر اللي يقوم بها الرياضي، القدرات اللي يقوم بها الرياضي من الناحية البدنية والمهارية من غير ممكن، حتى لو أي مرحلة يوصلها الذكاء الاصطناعي من غير ممكن يؤدي مثل الإنسان المهارات الحركية والقدرات البدنية. بس من الممكن أن تؤثر إيجابا انه نتنبأ من خلال الذكاء الاصطناعي القدرات البدنيه للاعب او المهاريه، من غير ممكن تاثر سلبا. طبعا يعني هسه انه التاثير راح يكون عن طريق جمع البيانات وامور احصائيه ونحللها بطريقه الذكاء. اما يعني من الناحيه البدنيه فما ممكن انه يطلع يتفوق على البشر القدرات البدنيه والمهاريه. تمام. راي اخر؟ بعض المهن راح تاثر كليا، بعض تاثر سلبا
مصممين انا احددك مهنه جنابك، يعني مثلا يعني مهنتك او مهن اخرى تشوفها يعني او قريبين عليك، اذا مثلا ما عندك مهنه. عندي مهنه صاير ذهب. نعم. غير هذه. نعم. تاثيره قليل علي، لان انا اشتغل بالمهنه اليدويه. نعم. اما من ناحيه التصميم راح يساعدني في التصميمات. طيب هل ممكن انه راح تعتقد انه الذكاء الاصطناعي ممكن انه مثل ما باحدى النشاطات اللي موجوده عندنا كان تعرف على الوجوه، ممكن انه يتعرف على الاشكال ويميز لك بانه هذا الذهب حقيقي وهذا الذهب غير حقيقي؟ ما وصل الى المرحله. لا، هل تعتقد انه هذا راح يؤثر، انه الذكاء الاصطناعي ممكن انه يفيدك ويؤثر على هذا الجانب؟ تمام، شكرا جزيلا. تفضل استاذ، عندك مداخله. مجال العلوم الحاسوب كبير، ولكن بالايجاب ليس بالسلب. نعم. الايجاب هي عمليه البرمجه نفسها اصبحت يمكن تجديدها عن طريق اي شات بوت موجود حاليا، ديبسيك وكذا، يقوم باداء واجبك ولكن يسرع العمل، لكن ممكن يسبب كسل الشخص، لكن لا يمكن الاستغناء عنه. تؤثر ولكن بالايجاب اكثر من السلب. تمام، شكرا. بما يخص البرمجه، ممكن انه حتى اذا سبب كسل بس، لكن حتى استخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج الى ذكاء. شكرا لكم. عندنا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تخصصات مختلفه، احنا انتخبنا هذه التخصصات وشون كيف راح ياثر عليها او يستخدمها الذكاء الاصطناعي. الصحه، طبعا هذا تشخيص صور الاشعه باستخدام اكو خوارزميه اسمها CNN. هذا ممكن انه انا يعني اكو بعض الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي استخدموا مجال الصحه في تمييز الاورام يعني وباقي الامراض خلال التعرف على الانماط. ايضا مجال الامن حاليا يستخدمون التعرف على الوجوه، صور المجرمين الارهابيين، ممكن انه يجيب اي ارهابي ويدخله انظمه الذكاء الاصطناعي، وممكن انه بعض الاحتياط. طبعا اكيد هذه من ضمن. شوف، هي كلها تعتمد على البيانات اللي موجوده احنا عندنا، ويدخل ايضا في هذا المجال الامن السيبراني في عمل بالمجال الامني ايضا، لان هذا في صلب عملهم. وبالضبط مثل ما تفضلت انت ايضا، احتيال بنوك، نزاهه، يعني عمليات مشبوهه، كل هذه الامور، والسرقات ايضا ممكن انه عن طريق يعني اكتشاف حركات مريبه ايضا من خلال الكاميرات ويحللها. كل هذه الامور ممكن انه يعني يشتغلها الذكاء الاصطناعي. في مجال التجاره، توصيات بالمنتجات مثل امازون وغيرها. حتى عندنا في تطبيقات الفيسبوك، لما احنا نجي نتصفح الفيسبوك ونختار مثلا، وقفنا على صوره معينه قد تكون سلعه معينه، فرضا انه سيارات او ملابس، شوف انت راح يكررها حتى اذا يعني طلعت من التطبيق ورجعت مرة ثانية راح تشوف كم هائل من الصفحات الترويجية، فهذه تجي ضمن التوصيات. التعليم طبعا مساعدة، يعني مساعدات تعليمية ذكية مثل الدولينجو، هذا يعني من التطبيقات التعليمية للغة الإنجليزية وغيرها، أيضا من الكورسات اللي موجودة حاليا اللي تقيس مدى الذكاء ومستواك أنت في هذا المجال وتنطيك دروس على يعني على مستواك. طبعا عندنا ايضا هومورك اخر، مهمه اخرى ممكن ان تعرضوها حتى في سبيل انه تجاوبون عليها وترسلوها عبر الكلاس ونناقشها في المحاضره القادمه. القضايا الاخلاقيه في الذكاء الاصطناعي.
لابد أنه من استخدامات الذكاء الاصطناعي مثل ما نشوف حاليا، خاصة مع التحديثات في موضوع التزييف العميق اللي هو تصميم الفيديوهات وكأنها فيديوهات حقيقية وواقعية. فلا بد أنه يكون عندنا سمة أخلاقية في استخدام هذه التطبيقات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذه القضايا المثارة حاليا أنه يعني الخصوصية هي تلعب دور في هذا المجال، أنه ممكن يعني خوارزميات الذكاء الاصطناعي تتعرف على اهتماماتك، تتعرف على تحركاتك، على أنشطتك اللي موجودة، مثل الجي بي اس اللي موجود يعرف أنت وين تروح وين تجي كذا إذا تحت للمواقع. زين، عندنا التحيز في الخوارزميات، ممكن مثلا عندنا تشات جي بي تي ممكن أنه ينطيك معلومة منافية يعني كانت لمعتقدك أو لدينك أو لأفكارك أيضا، بناء على البيانات اللي موجودة ممكن تتحيز إلى فكرة معينة. أيضا فقدان الوظائف، هو مو فقدان وظائف بس، لكن هاي مثارة، هذا المصطلح فقدان وظائف، لكن هناك وظائف جديدة سوف تكون يعني في المستقبل للي يعرف يعمل أو يشتغل بمجال الذكاء الاصطناعي. فلازم أنه إحنا كلنا نعرف كيف يعمل وشون إحنا نشتغل عليه حتى نواكب. أيضا اتخاذ قرارات حاسمة أو حساسة كالصحة والقضاء، أيضا يدخل في مجال القضاء ودراسة القضايا وهذه الأمور، وينتج اقتراحات أيضا، فهذه مواضيع حساسة أيضا من ضمن الأخلاقيات. مراجعة، احنا عندنا مفهوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه. الفرق بين الذكاء الاصطناعي والبرمجة التقليدية أيضا تطرقنا لها، أمثلة وتطبيقات حياتية والمكونات تعرفنا عليها بأنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أيضا، والتحديات والأخلاقيات. وإذا عندكم سؤال. بداية ذكرت أنت أستاذ الذكاء الاصطناعي اللي هو سلوك بشري. نعم. هل ممكن يكون يتعلق بسلوك أشياء أخرى، كائنات أخرى، أشياء من الطبيعة مثلا، أم هي مقتصرة فقط على الإنسان؟ لا، هو احنا كعمل الذكاء الاصطناعي فهو داخل في كل المجالات، داخل في كل المجالات، وهو يحاكي العقل البشري، ولكن هو داخل من خلال هذا التفكير والعقل البشري إلى باقي المجالات، حتى في سبيل أنه يكون كعامل مساعد وأداة مساعدة لهم في المستقبل. شكرا لكم وشكرا لإصغائكم، وإن شاء الله نكون قد وفقنا في هذه المحاضرة، ومستقبلكم بدأ اليوم مع الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا لكم، ونتمنى لكم مستقبل زاهر إن شاء الله.